السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أوقات كتير يا جماعة بنمر بتعب، بس مش لازم يكون وجع كبير. كأن القلب كده تقيل، النفس مش مرتاحة، كل حاجة حوالينا بنحس فيها بخنقة. ساعات بتبقي عايزة تحسي ان انتي عايزة تعيطي من غير سبب، تحسي انك تايهة بتعملي كل اللي وراكي بس من جواكي فاضية. لو حسيتي بكده او لو انتي دلوقتي فعلا كده، عايزة اقولك على كلمة واحدة بس ليها مفعول غريب جدا، وراحة بتيجي من وراها مش عادية. ايه هي الكلمة دي؟ كلمة لا حول ولا قوة الا بالله. الكلمة دي مش مجرد ذكر يا جماعة، دي تسليم كامل. كأنك بتقول لربنا سبحانه وتعالى: أنا مش قادرة بس أنت اللي قادر، أنا تايهة بس أنت شايف الطريق، أنا ضعيفة يا رب بس معاك بقوى. النبي صلوا عليه قال عنها: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. شوفي، كنز يعني ثواب كبير، بس كمان راحة نفسية في الدنيا. جربيها كده وانتي لوحدك في أوضة هادية، قوليها ببطء: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ركزي في معناها، مفيش حاجة بتتحرك ولا بتتغير إلا بإذن ربنا. انتي مش لوحدك ومش مطلوب منك تشيلي كل حاجة على كتفك. ساعتها هتحسي ان في حاجة بتتسحب من قلبك، الهم والقلق والخوف بيبدأوا يخفوا كتير، لانك بتسلميهم للي يقدر يشيلهم. ربنا بيحب يسمع صوتنا يا جماعة، بيحب ان احنا نلجأ له حتى لو بكلمة. ما تستصغريش اي ذكر حتى لو بكلمة واحدة، لان ممكن الكلمة دي تغير حالك، تفتح لك باب كنتي ما تتخيليش انه يتفتح. ربنا يرزقنا ويرزقكم راحة البال وطمأنينة القلب والسكينة اللي بتحسي بيها حتى وانتوا وسط الزحمة. ودايما فكروا: لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.